الظروف الصعبة واحدة هي اللي بتحفز الإنسان يوصل لهدفه. يعني الظروف الصعبة وحدها لا السهلة هي التي تحفز الإنسان إنه يوصل لهدفه. إزاي ده يعني؟ كل ما تكون في ظروف صعبة ومتمرمط وعارف قيمة الحاجة هتوصل لهدفك أسرع. كل ما تعرف قيمة الحاجة هتوصل لهدفك. كل ما تتعب هيبقى متعة الوصول للهدف أحسن. هقول لك إزاي. لو إحنا عندنا شخصين، واحد فاضي 24 ساعة، واحد مشغول على طول. اللي فاضي 24 ساعة ده كل طلباته مجابة. عايز موبايل يجيله، عاوز عربية تجيله، عاوز يخرج، عايز كتب تجيله، كل اللي عاوزه مطلوب. الشخص ده بقى ده للأسف ما عندوش وقت. ده بيتحمل مسؤولية نفسه، بيصرف على نفسه، عارف قيمة الجنيه. ده ما يعرفش. تفتكروا مين اللي هينجح في حياته؟ هيقول لي طبعا الشخص الفاضي، لأن الشخص الفاضي ده فاضي على طول. فطبيعي إن هو يذاكر كتير ويذاكر وقت أطول، لأن فاضي على طول. تقريبا يذاكر 24 ساعة ويحقق حلمه. أما الشخص المشغول ده للأسف ما عندوش وقت إن هو يذاكر، فمش حقق حلمه. أقول لك لا، الشخص الفاضي ده مش معناه إنك فاضي معناه إنك هتذاكر. 80% من الطلاب اللي فاضيين على طول ويحسوا بالملل والزهق ومش عارفين يذاكروا. طول ما انت فاضي في ملل في زهق، مفيش مذاكرة. الشخص الفاضي ده مش عارف قيمة الحاجة، مش عارف قيمة الفلوس، مش عارف قيمة الجنيه زي ما بيقولوا، مش عارف يعني ايه مسؤولية، مش عارف يعني ايه تعب. فزي ما بيقول كده عيشته مرتاحة تماما، فمش عارف قيمة أي حاجة. يخرج براحته فيلا. الشخص ده بقى ده عارف قيمة كل حاجة. ده عارف قيمة الجنيه كويس، عارف قيمة المسؤولية، عارف قيمة التعب، بس ما عندوش وقت ان هو يذاكر. اقول لك حاجة، الشخص المشغول ده ان ذاكر ساعة هتبقى احسن من 3 4 ساعات بيذاكرها الشخص الفاضي دوت. اه والله. يعني لو انت مشغول ومتمرمط وعندك شغل على طول، ساعة منك زي ما بقول كده ساعة أبرك من 10. أما الشخص ده بيذاكر ملل موت، بيذاكر ومش فاهم حاجة. ده بقى اللي خلاني أعمل الفيديو دوت. في تعليقين مختلفين، تعليقين يعني مختلفين تماما عن بعض. واحد قال لي انا ما بروحش مدارس وما بروحش دروس، ومع ذلك مش عارف اذاكر، مش عارف ابدا امتى او اذاكر ايه واذاكر ازاي، حاسس بالملل على طول فما بيذاكرش خالص. وعندنا في الناحيه التانية طالبه من الصعيد مشغوله على طول، ما عندهاش وقت انها تذاكر، ومع ذلك بتذاكر بس ساعه منها بتكفي. وبصراحه يعني الشخص ده والشخص ده لو قارنا الدرجة بتاعتهم من الترم الأول، لا، الشخص المشغول ده جايب درجة تحفة على الرغم إن هو مشغول بس عارف قيمة الحاجة. الشخص ده مش عارف يعمل إيه أصلا. عرفت بقى إيه؟ كل ما تكون ظروفك صعبة كل ما تحقق حلمك بشكل أسرع. كل ما تكون ظروفك صعبة هتحس بقيمة الحاجة، هتحس بالمسؤولية. الساعة اللي هتذاكرها هتبقى يعني هتفهم فيها كل حاجة. الظروف الصعبة هتحسسك بقيمة هدفك. الظروف الصعبة هتخليك تحاول تغير وضعك للأحسن، لأن أنت حرفيا دلوقتي متمرمط. فالظروف الصعبة دي هتخليك لا، ده أنا لازم أغير الوضع بتاعي، لازم أغير الوضع بتاعي للأحسن. فهتتعب تاني وتذاكر عشان تغير وضعك للأحسن. الظروف السهلة عمرها ما كانت الحل إنك تذاكر. مش معناه إنك فاضي ده معناه إنك هتجفف، لا، مفيش الكلام ده. الظروف الصعبة اللي انت بتواجهها حاليا هي دي اللي هتحفزك وتخليك تذاكر، هي دي اللي هتعرفك بقيمة الحاجة. كل ما تكون الظروف صعبة جدا كل ما متعة الوصول تكون أحسن. في فرق انك انت تجيب عربية لنفسك مثل مرسيدس غير ان والدك يجيبها لك. فرق كبير جدا. لو والدك جابها لك مش هتفرح، هتفرح بس مش قوي، هتفرح بس مش هتعرف قيمتها. انما لما تجيبها بنفسك هتعرف قيمتها كويس لانك تعبت عشانها، هتحافظ عليها لانك برضه تعبت عشانها. فخليك عارف دايما الظروف الصعبة اللي انت محطوط فيها هي مصدر حماسك وتحفيزك في الدنيا. اوعى تخلي الظروف الصعبة دي هي اللي هتوقفك، لا خالص. استناني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. لو انت وصلت للمرحلة دي من الفيديو ما تنساش بقى اللايك بتاعك وتعمل اشتراك في القناة، وما تنساش اللايك الحلو بتاعك. واستناني الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.